إن أولادنا بشكل عام يحتاجون إلى اهتمام ورعاية كبيرة لكي يتربوا تربية سليمة وينشأوا نشأً إسلاميا صحيحا، وتكون أخلاقهم حسنة ليس فيها أي اعوجاج. ولكن البنات بالأخص يحتاجون إلى جهد أكبر من أجل تربيتهم وعدم فساد أخلاقهم، فعلينا بالاهتمام بكل ما يخصهم وعدم إهمالهم، فيلجأوا إلى غيركم ويكتسبوا أخلاقا سيئة. ومن الأشياء التي يهتم بها كل أسرة أنهم يجعلوا في البيت حجرة للنوم خاصة للبنين وحجرة خاصة للبنات، ينام كل منهما في حجرة منفصلة عن الآخر. وللأسف فإن الأسرة تميز في النوم بين البنين والبنات، ولا يفرقون في النوم بين البنات أنفسهم، فتجد البنتين ينامون في سرير واحد وتحت غطاء واحد. وهنا تكمن المشكلة، لأن هذا الأمر فيه خطر كبير ويؤدي إلى انحراف البنات والقيام بأفعال خاطئة مع بعضهم، مثل الشذوذ الجنسي فيما بينهم بدون أن يعرف أحد. وقد وضح هذا الأمر بعض الأطباء، حيث أوضح أنه عندما تنام البنت مع الأخرى في سرير واحد فإنه يحدث أثناء النوم احتكاك جسمهما ببعض، فيؤدي هذا الاحتكاك إلى إثارة شهوتهما، مما يجعلهم يفكرون في أن تتطلع كل واحدة منهما لجسم الأخرى، فينظرون إلى جسم بعضهم ويضعون أيديهم على أماكن الشهوة عند بعضهم، ومن هنا يبدأ الشذوذ الجنسي. فعلى الأسرة أن تنتبه لهذا الأمر ولا تنساه، وعليها أن تتكلم مع البنت وتحذرها بطريقة غير مباشرة، مثل القول للبنت: إياك أن يرى جسمك أحد، حتى وإن كانت بنت مثلك، حتى وإن كانت أختك، فلا يحق لها أن ترى جسمك. وأي شيء تحتاجينه فعليك بالأم، هي فقط من تتحدثين معها في هذه الأمور دون غيرها. وأيضا على الأسرة ألا تجعل البنات ينامون في سرير واحد إذا تقدموا في العمر، وتبدأ التفرقة بينهم في النوم مع بداية المرحلة الإعدادية. فلا بد أن نعلم أن هذا الأمر مهم جدا، فعلينا ألا نهمله، بل نهتم ببناتنا ماذا يفعلون سواء داخل البيت أو خارجه، حتى نقيم أفعالهم منذ الصغر ونهذب أخلاقهم، فإنهم مسؤولون منا وسيحاسبنا الله تعالى عليهم يوم القيامة، لأنهم رعيتنا وكل راع مسؤول عن رعيته.